من وجهة نظري أعتقد أن الشيء الإيجابي هو أننا حافظنا على المجهود البدني حتى آخر دقيقة في المباراة وقاتلنا حتى آخر لحظة، وأعتقد أن الخصم النادي الأهلي كان قويا للغاية من الناحية البدنية وتمكنا من المنافسة الجيدة، ويجب علينا أن نفكر فيما هو قادم والمباراة القادمة، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية. لا أعتقد أننا علينا أن نلوم أنفسنا في هذه المباراة، وهذه هي النتيجة. وكرة القدم ربما لدينا الشعور بأننا كان بإمكاننا أن نقدم المزيد، أن نقدم أفضل من هذا، ولكن نحن قدمنا مباراة جيدة والفريق بأكمله والنادي ونحن راضين جدا رغم عدم المكسب وتحقيق التعادل، وضحينا بكل ما لدينا، وعلينا أن نستغل هذه المباراة للتعلم والتحسن. بالطبع في الشوط الثاني تحسنا كثيرا وأهدرنا العديد من الفرص، والآن يجب علينا أن نأخذ قسطا من الراحة ونفكر في المباراة القادمة. نحن نعلم أن هذه البطولة مهمة لنا جميعا ومهمة لفريق انتر ميامي، ولكن نحن دائما نبذل قصارى جهدنا ونتعلم من بعضنا البعض ومن أخطائنا أيضا. حارس مرمى النادي الأهلي كان ظاهرة مثله مثل أوسكار بالتأكيد، وتصدى للعديد من الفرص وقام بالعديد من التصديات، ولكن ما هو مهم للغاية في هذه المباراة أننا علينا أن نتخطى هذه المرحلة ونفكر في المباراة القادمة، وعلينا أن نحرز الأهداف ونركز جيدا